نبدأ بالصلاة على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فصلوا على خير البشر. كشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عن موافقة اللاعب بيوتر زيلينسكي لاعب وسط نابولي الإيطالي على العرض الذي قدمه له النادي الأهلي. وأشار رومانو أن المفاوضات بين الأهلي وزيلينسكي مستمرة، وأن العرض لم يتغير منذ يوم الأحد الماضي. وفقا لشبكة سكاي سبورت الإيطالية، فإن الساعات القليلة القادمة ستكون حاسمة في مستقبل زيلينسكي الذي يبتعد أكثر فأكثر عن نادي نابولي. وأضافت أنه يوم أمس كان في اتصالات بينه وبين نادي الأهلي لمواصلة المفاوضات، وأن البولندي فهم الآن أنه اضطر إلى المغادرة، واليوم قد يكون اليوم الحسم في صفقة زيلينسكي. من جهة أخرى، أكد فابريزيو رومانو أن المدافع إيبانيز وقع عقده مع نادي الأهلي السعودي بقيمة 28.5 مليون يورو و3 مليون يورو متغيرات، وسيعلن النادي عن الصفقة في الأيام القليلة القادمة. ومن المتوقع أن يعلن الأهلي عن صفقة فرانك كيسيه اليوم الأربعاء. وفقا لصحيفة الموندو الإسبانية، أن برشلونة سيعلن اليوم بيع فرانك كيسيه للأهلي مقابل 12.5 مليون يورو. ومن المتوقع مشاركته في مباراة الأهلي الجمعة القادم أمام الرائد في الجولة الأولى من دوري روشن السعودي. واستعد الأهلي لمباراة الرائد بلعب مباراة ودية أمام الوحدة، وانتهت بالتعادل بهدفين مقابل هدفين. أكد الصحفي في صحيفة الرياضية عبد الله أحمد أن إدارة الأهلي استوفت جميع شروط الكفاءة المالية، وسيكون جميع اللاعبين متواجدين المباراة المقبلة أمام الرائد.